السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل صينية يجعله عامر. هنعمل محشي. انا بقى الصلصة دي كنا عاملينها مع بعض على القناة. فيها بصل وفيها ملح. فانا دلوقتي بقى ايه، حطيت البصل ني والفلفل ني، وحطيت بقى الملح. وهنحط بقى العطار عادي، بقى نحط كزبرة وكمون. والشطة طبعا حسب الرغبة، وفلفل اسود. طبعا بقى اقلبهم كويس، وبرضو يعني هرفعهم على النار كده نص ساعة، مش اكتر يعني من كده. وهنحط بقى الزيت، عشان الصلصة دي كانت معمولة فيها بصل وكانت محطوطة في الفريزر. الزيت طبعا حسب كمية الرز بقى. طبعا بقلب كويس عشان العطارة يعني اللي حطيتها. الزيت لازم يعني ناخد بالنا منه عشان الرز يبقى مفلفل. ارفعهم بقى على النار. يعني حاجة بسيطة كده يعني، بس طبعا بعد ما اقلب الخضرة يعني. انا كنت اديتها تشويحة بس كده بسيطة كده على النار، تشويحة بسيطة يعني عشان الخضرة تبقى حلوة فيها كده. الرز بقى طبعا بقى بحشي بتنجان ابيض وكوسة وفلفل وورق عنب وكرنب. طبعا حشيت الحلة الاولانية، ودي الكوسة والفلفل والبتنجان. بعد كده بقى انا بحب ازود خضرة الورق العنب، ودي معلقة سمنة بلدي على زيت، وقرفة وكزبرة وشطة وفلفل اسود وكبابة صيني. عشان يبقى مختلف شوية طبعا عن طعم البتنجان. كل حاجة وليها البهارات بتاعتها طبعا. طبعا بقى انا لفيت الورق العنب كله وخلصته. وخلصت الورق العنب. دي بقى كزبرة ناشفة وشطة، عشان انا بحب الكرنب بيبقى مشطشط شوية. والخضرة اهي.
وبقلب، وهروح برضو لفة الكرنب. خلصت طبعا نلف الكرنب، دخلنا على العصاج بتاع المكرونة بالبشاميل وبوريك كمان. ده كيلو لحمة مفرومة، وده كيلو بصل مفروم، و... وملح وفلفل اسود وجوز الطيب. احط اللحمة والبصل على بعضه، دي حتة معلقة سمنة صغيرة بلدي، وشوية زيت برضو صغيرين، حوالي نص كوباية مية، فلفل اسود وملح. دي بقى بلحة جوز الطيب، ابشرها كويس. خدت نصها على كيلو اللحمة. ما بحبش احط على اللحمة بالذات اي حاجة غير الفلفل الاسود والجوز الطيب. ما نضيعش طعم اللحمة بالبابريكا والحاجات التانية والكزبرة والكمون والكلام ده، لا. طبعا كده هي اتعصجت وما بدهاش صدمة، بعملها كده كلها ني في ني مع بعض. دول مكعبين مرق. عايزة تحطي فص توم صحيح حطي، انا ما بحطش. العصاج ده بيبقى فيه بركة وخفيف ومش حامي في الاكل خالص. كده خلصنا العصاج ده. هنخش بقى على البشاميل. دولت 3 معالق سمنة بلدي، وقولي مثلا شوية زيت كده، عشان طبعا انتوا عارفين الدقيق بيحتاج مادة دهنية. ودولت 5 معالق دقيق ومعلقة نشا. طبعا بحمرهم كويس. ابتدت تتقل اهي، وهنزل طبعا باللبن ساقع عشان ما يتكتلش. ده كيلو لبن. دولت مكعبين مرق. طبعا لازم تبقى ايدي فيها بالتقليب كده على طول باستمرار عشان تلم بسرعة. يبقى قلنا 5 معالق دقيق، معلقة نشا، كيلو لبن، مكعبين مرق. وعلى فكرة لو كل ده كله على البارد اتقلب برضو بيطلع كويس، يعني لو مش عايزة تحمصي الدقيق يعني. كده البشاميل خلص وبقى زي الفل. هبشر بقى جوز الطيب عليها رشة كده، يعني مش حاجة جامدة يعني، بس بتدي طعم حلو قوي. ملح وفلفل والبيضتين. ملح وفلفل.
طبعا بننزل بالبيض لما البشاميل بيبرد. كده خلاص البشاميل خلص وزي الفل. طبعا دهنا الصينية بزيت وسمنة، وهنحط شوية بشاميل في قاع الصينية برضو. هنحط بقى شوية على المكرونة. هنقلب بقى كويس جدا. ده كيس واحد بس مكرونة. هنحط طبعا نصها في الصينية، الطبقة الأولى. وبعد كده بقى هنحط بقى اللحمة. انا بحب اوزعها كويس، معلش. بعد كده بقى هنزل بقى بقية المكرونة طبعا على الوش. وبعد كده هننزل بقى بالبشاميل. هنعمل بقى مقادير البوريك. دولت بيضتين، ودي كوباية لبن. حطيت حبة لبن تاني صغيرين يعني. ودول حوالي نص كوباية زيت ونص كوباية سمنة. ودي 3 معالق دقيق، ملح وفلفل. وهنضربهم كويس جدا مع بعض. دهنا طبعا قاع الصينية بسمنة على زيت. وده الخليط اللي احنا عملناه. احط بقى بنراق وراق منه، بس طبعا ما زودهوش قوي يعني. بعمل 4 رقات. اللور الواحد 4 رقات.
التلاتة مش هتبقى ماسكة نفسها كويس يعني. طبعا ده شكله بعد ما رصيناه. طبعا هقطعه وبعد كده اكمله بالتشريبة اللي احنا عملناها. دي بقيت التشريبة اللي احنا عاملينها مع بعض، الخليط بتاعه. بندهن بقى وشه. دي قشطة احطها على وش البشاميل. ما بحبش احط سمنة ولا بيضة، تبقى لونها احلى. ده الستريبس، احنا قبل كده كنا عاملينه مع بعض. طبعا احنا عارفين معلقة بهارات فراخ، معلقة كركم، معلقة كاري، معلقة بابريكا، ملح، فلفل اسود بحبهان، 4 معالق كاتشب، ونزلنا بالستريبس فيه. طبعا فيديو الستريبس على اليوتيوب. طبعا بقى انا ده الستريبس وده البانيه، وهسيب لكم اللينك بتاعهم في صندوق الوصف عشان ما رضيتش اطول بالفيديو. دي بقى الكفتة، ملح وفلفل ومعلقة بيكنج باودر، ودي بصلتين حمر، ودي كوباية برغل منقوع ومتصفي كويس جدا، ودي رشة سكر بسيطة قوي. هنفرمهم بقى في المفرمة. دي ليا عشان اللحمة كانت حمرا شوية. بفرمها مع البرغل.
اللحمة بقى شوية بشوية كده عشان كله يبقى نسيج واحد. فضلت بقى افضل ادعك فيها بايديا كتير. ودي معلقتين نشا و3 معالق دقيق، فلفل اسمر وربع ومعلقه صغيره بردقوش، والملح ومعلقه البيكنج باودر. وهتفضلي بقى تشتغلي فيها كده كتير عشان يبقى فيها عرق. بسيبها طبعا بقى تتشمع شويه. دي بقى الشوربه بتاعت المحشي. انا ما بحبش اسقيه باي مرقه، يعني انا في نظري ما بيبقاش صحي كويس يعني بالنسبه لصحتي انا. ببشر بصلايه وطماطم وواحده فلفل رومي، بحط مكعبين مرق وملح وفلفل ومن ميه من الكاتل يا اما تغليهم على النار، وبسقي منهم المحشي. المرقه ما بتنفعش معايا، ما بحبهاش صراحه. اديني سقيت البتنجان، ودي برضو نفس اللي انا عملته، برضو فلفل وبصل وطماطم، واقلب كويس برضو. وهسقي ورق العنب برضو، ولازم احط له سمنه وليمون طبعا. جربوا التجربه دي، وانا واثقه انها تعجبكم قوي. انا عمري ما سقيت المحشي شوربه، وبيبقى روحه طويله حتى لما بيتشال في التلاجة ومتبقي منه ما طعمه ما بيغيرش، بيبقى جميل. بسقي برضو الكرنب بقى. طبعا دي الكوسه برضو بسقيها. دي بقى السمبوسه. بحشيها زيتون وسلامي وجبنه موتزاريلا، ودي ميه على دقيق علشان تمسك يعني ما تفكش يعني. اللي عايز يحشيها شاورما يحشيها، اللي عايز يحشيها بسطرمه، اللي عايز يحشيها جبنه قريش على جبنه قديمه وفيها حبه البركه وسمسم، وتقلبي كويس بمعلقه زيت زيتون، تبقى حلوه برضو. الحشوات دي براحتكم انتوا. دي الكفتة بعد ما صبحتها، ودي صينية المحشي بعد ما استوت طبعا. ودي السمبوسة والبوريك والكفتة والستريبس والبانيه. وكل سنة وانتم طيبين، وإذا الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.